يا هلا، يا هلا، أهلًا بيكم في حكاية جديدة مع Perfecto. حكايتنا النهارده مع مانشستر يونايتد وإنه قدر يكسب ليفربول 3-2 ووصل لمرحلة إن هو بعد ما كان هيبقى مصيره زي توتنهام طلع الChampions League. الحقيقة يا جماعة لمّا تفتكر مانشستر يونايتد في أول السيزون كنت تقول يعني إيه الفرقة دي؟ يعني مستحيل تنافس، مستحيل تطلع Champions League، ولكن مع كاريك اللي عمل المعجزة دخّل الChampions League. ومش بس كده، كاريك كمان عمل حاجة مهمة جدًا، ادّى كوبو ماينو الأمل والهدف إن هو يرجع ويلعب تاني زي الأول. في الحقيقة ده نجاح بكل المقاييس، مانشستر يونايتد يعلنها أنا من الكبار، وحقه الصراحة، نادي محترم عمل نتايج محترمة، تقريبًا كل الفرق التقيلة اللي لعبها في البارت التاني من السيزون كسبها، نتكلم عن أرسنال، بنتكلم عن ليفربول، بنتكلم على تقريبًا معظم الفرق التقيلة. وعايز قبل ما أروح لليفربول اللي حالته فعلًا سيئة، أتكلم عن شخص فعلًا أصبح حاجة تانية، كاسيميرو يا جماعة. كاسيميرو بقى حاجة تانية خالص، كاسيميرو اللي كانوا بيقولوا عليه انتهى ومنتهي واتضحك علينا الصفقة اللي ما لهاش لازمة اللي جات من مدريد، بيعلنها أنا لسه موجود. الراجل اللي بقى حاجة و30 سنة ما شاء الله عليه، ولا كأنه حاجة و20 سنة، وكله بفضل كاري. نروح بقى للجريح التاني ليفربول. أنا مش هاتكلم عن موضوع محمد صلاح اللي هو أكيد خسره، بس أنا هاتكلم عن إيه اللي بيحصل في الفرقة، إزاي ليفربول اللي خد الدوري السيزون اللي فات يبقى بالمستوى ده طول السيزون. تحسوا يا جماعة إن اللعيبة مش عايزة تلعب، تحسوا إن مش بس أرون سلوت ما عندوش أفكار، اللعيبة نفسها كمان مش عايزاه وما عندهمش طاقة ولا عايزين يعملوا حاجة. وخلّي بالكم إن محمد صلاح مش أول شخص هيمشي، إحساسي الداخلي بيقول إن فان دايك كمان السيزون اللي جاي هيمشي، ومش هو بس، تحس إن 3، 4، 5 لعيبة السيزون اللي جاي كمان هيمشوا، لإنهم حاسين إن الموضوع بلا هدف، حاسين إن أرن سلوت ما هو شخص إلا جعجاع تقريبًا، وخلّينا نقولها صراحةً إن هو اتنصب على فرقة ليفربول بالنجم أرن سلوت. أرن سلوت اللي ما تفهمش هو ماسك إيه على إدارة النادي ولحد النهارده هو قاعد، ما حدش مقتنع بيه سواء من المشجعين، سواء من اللعيبة، سواء من أي حد، وهو قاعد، ما نعرفش الصراحة هو ماسك عليهم إيه. مش بس هو، كنت جاكبو يا جماعة تحس إن هو بيلعب غصب عن النادي وعن الإدارة وعن المشجعين، أنا هالعب. وأرن سلوت بيدعمه، هو ماسك عليك يا معلم. كودي جاكبو ليه بيلعب؟ واحد زي كيزا يا جماعة لسه لحد النهارده قاعد على الدكة في غيابات كتيرة لليفربول، وكيزا ما بيلعبش وكودي جاكبو بيلعب. طب كيزا قتل لك مين والّا عمل لك إيه والّا سوى لك إيه؟ في الآخر خلّينا نقول إن ليفربول ما أظنش من وجهة نظري الشخصية إن هو هيرجع تاني إلا في تغيير ألعاق أرن سلوت. أرن سلوت اللي تقريبًا لو كنت ابتديت أعمل فيديوهات من فترة كنت لازم أقول إن هو اختيار سيء، وده كان رأيي صراحةً من أول ما عينوه حتى من السيزون اللي فات، لإنه كان واضح إن هو ما عندوش أفكار، واضح جدًا إن هو جعجع. كفاية كلام عن ليفربول وخلّينا نتكلم عن الفرقة أو ابني الكبير برشلونة. برشلونة يا جماعة ناقص له نقطة يتوّج بالدوري، ابني الكبير اللي ما بيخذلنيش، ابني الكبير اللي مفرّحني، اللي متشرّف بيه، اللي عمل ماتش عالمي ولا أروع، ولسه منتظر ماتشات جاية كتير، يجرّب فيها بقى هانز فليك حاجة تانية. نتمنى إن هانز فليك يجرّب فيها حاجة تانية غير الدفاع المتقدم، إن شاء الله بعد ما يعرف يحسم الدوري يبقى عنده مساحة من الأفكار إن هو يجرّب يرجّع شوية خط الدفاع لورا شوية. أنا متفهم إن هو لو رجّع خط الدفاع ورا شوية طريقته هتتغيّر، ولكن بنقول إن هو يحاول يأدابت ويحاول يغيّر من طريقته كلّها بحيث الموضوع ما يكونش مفتوح علني. وأنا فاهم إن طريقة اللعب دي متاحة ومتفهمها كويس أوي، بس الكلام ده في فرق زي باريس سان جيرمان. باريس يا جماعة عنده خط دفاع ولا أروع. أنت النهارده كبرشلونة عندك مين؟ عندك كوبارسي، عندك راؤخو، عندك باك رايت كان أصلًا عايز يلعب مدافع، فأنت بتتكلم في خلل تام في الدفاع. فالنهارده لازم يأدابت ولازم يغيّر من طريقته ويبطّل فكرة الدفاع المتقدم. آخر نقطة بقى قبل ما تخلص حكايتنا وهي أرسنال، ابني الصغير، اللي حقيقي أنا فرحان بيه، ولو أنت ما شُفتش الفيديو الأخير كان لازم أنزّلها وأنا لسه أول دوري، أنا لسه أول دوري. أرسنال على مقربة إن شاء الله، إن شاء الله ما حدش يقاطع من إنه ياخد الدوري، إن شاء الله السيتي يتعثّر وأرسنال تعمل حاجة. والله يا جماعة أنا فخور بالنادي وفخور باللعيبة اللي فاقت بعد شهر، مش عارف ليه شهر إبريل من كل سنة بيبقى فيه خازوق كده، ولكن أخيرًا اللعيبة فاقت وحست إن هي ممكن تلعب ثنائية جيوكيرس وساكا.
ولا أروع. إيه الجمال والعظمة والحلاوة والأداء والحلويات وإيه ده، إيه ده، إيه ده، الله، الله، الله! الموضوع اتطور خلاص. حاسس إني كنت باتفرج على أرسنال يا جماعة، أنا حاسس إني كنت باتفرج على فرقة تانية. بس هتيجي تقول لي أنت شايف إن الماتش الجاي ممكن فعلًا أرسنال يكسب قدام أتليكو؟ خلّيني أقول لك إن نسبة الماتش هتكون 50، 50 حتى وأنا عارف إن هي في أرض أرسنال. الموضوع يا جماعة معقّد بشكل غير طبيعي. الحاج سيميوني متخصص في الknockout، متخصص في فكرة الماتش الأخير أو الماتش الواحد. ما تقدرش تجزم إن باريس حتى لو لعبت أتليكو، إن أتليكو مليون المِيّة خسرانة. الماتشات دي يا جماعة بالذات مع واحد زي سيميوني الموضوع فيها صعب جدًا، وما أقدرش أقول إن هم ممكن يخسروا أو يكسبوا. توقعاتي الشخصية بتقول إن أرسنال بعد الروح اللي خدها وبعد التحفيز وبعد طريقة اللعب العظيمة اللي عملها، وبعد العظمة اللي عملها، إن هو هيعمل إن هو هيلعب بأداء كويس، ولكن المدرب أرتيتا أظن إن هو هيكون متحفظ زي الماتش الأول. فتوقعي هو إن أرسنال إن شاء الله هتعدّي، لو لعبت بنفس الروح، إلا إذا اتخابث سيميوني وقدر يدير المباراة بطريقته ورقعنا ال1-0 اللذيذة وكسب بيها. ودي تودينا للنقطة التانية، باريس والبايرن. باريس والبايرن يا جماعة هيبقى ماتش نار، وأنا باقولها لكم ما فيش حد فيهم هيدافع. يعني ما فيش حد فيهم هيتحفّظ وبايرن مش هيجيب ورا، لأ البايرن هيعمل ماتش عالمي جدًا. لو تشوفوا Kompany بعد التصريحات بتاعته بيقول اللي ما عندوش قلب يمشي، اللي خايف يروّح. أنا ما أظنش إن في حاجة هتحصل إلا متعة كروية، مليون المِيّة ما حدش يقدر يتوقع مين يطلع ومين يتأهّل. تسألني أنا عن رأيي الشخصي كده، نِفْسي مين يتأهّل؟ نِفْسي بايرن. ليه؟ عشان أرسنال عرف يكسبه في الChampions League قبل كده، فإلى حدٍ ما هو أهدى من باريس. باريس تقيل جدًا يا جماعة، مش باقلل من قوة البايرن اللي غير طبيعية، إن هم قدروا يعودوا من جونين ل4 تجوان، ولكن باقول لك إن هم إلى حدٍ ما أهدى شوية ودفاعهم أضعف شوية من باريس. في نهاية حكايتنا ما تنساش تقول لي تفتكر أرسنال ممكن يكسب ماتش أتليكو؟ مش بس كده، السؤال التاني، تفتكر أرن سلوت هيمشّوه السيزون اللي جاي والّا لأ؟